هلو اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. يلا بينا نعمل مع بعض النهارده طاجن كوسه بالحمص. ايوه، طاجن كوسه بالحمص، وسلام لما تكون كمان معمول عليها ريش ضاني. ريش ضاني بتديها طعم رهيب جدا. كمان الحمص بيعلي من القيم الغذائيه قوي. ويلا بينا بسرعه قبل ما نتكلم كتير نشوف هنعملها ازاي باحلى تركات مع بعض. يلا بينا، بسم الله. اول حاجه جبناها صينيه كبيره على النار، وحاطين عليها ماده دهنيه سمنه وزيت او زبده وزيت اي حاجه. ومجرد بس ما حسينا ان حراره السمنه بدات تعلى معانا، نزلنا عليها برشه من الحبهان البودر. وصوت اللحمه كده سامعينه؟ ايوه، هو الصوت ده. او انا عايزه اللحمه تنزل على نار عاليه عشان نقفل مسامها وتحتفظ بكل العصاره جواها. نيجي ناكل نلاقي اللحمه كده ما شاء الله طريه وجميله جدا. كمان هنحط ورق لورا، وعلى نار عالية نبدأ نحس إن هي كده أخدت لون. نبدأ بماسك أو بمعلقة وبالراحة ونسمي الله، ونقلب كل واحدة على الشكل التاني أو الاتجاه التاني لقطعة اللحمة. تمام كده جدا، كده احنا خلاص قلبنا كل قطع اللحمة اللي على الوش التاني لتاخد لون. ولو في بقى أخدت معانا مساحة كده نبدأ نزود أي قطع لحمة تانية ما كانتش مكفية معانا في الصينية. في الوقت ده حبيت ان انا ارش شويه من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود وقت التشويح بيدي نكهه تحفه قوي. تمام كده خلاص لونت من كل اتجاه. ببدا بقى في الوقت ده اللي بحس انها كده اخدت صدمه من كل اتجاه، ببدا اشيلها معايا في طبق جانبي. تمام، عشان اوسع مكان لو في معايا قطعه لحمه تانية ما كفتش. مش هتفرق معايا دلوقتي ان انا حاطه حته لحمه نيه على اللحمه اللي بتتشوح كده كده. كل ده هياخد تاني لسه ميه مغليه، وهيكمل سوا مع بعض. وما تقلقوش كده مش هينقل بكتيريا من ان حطيت قطعه لحمه نيه جنب قطعه اللحمه المتشوحه. كده كده مفيش اي حاجه فيهم لسه تعتبر دخلت في السوا. تمام كده خلاص شوحت كل كميه اللحمه اللي معايا. ببدا انزل بباقي كميه اللحمه اللي انا كنت طلعتها في طبق جانبي، وبنزل عليها بميه مغليه. اول ما ابدا في الاكل يا بنات، اساس الاكل كده لازم يكون جنبي كاتل او اي حاجه مسخنه فيها ميه. انزل بالميه المغليه على اللحمه، وببدا ان انا اغطيها بقى بورق فويل عشان تكمل سوا. تمام، وابص عليها كل شويه اشوفها استوت ولا لا. هنا ببص عليها لقيتها خلاص كده بقى حوالي 3 ارباع سوا. كده تمام جدا. ليه بسويها 3 ارباع سوا؟ علشان تكمل تسويه مع باقي الخضار اللي هينزل فيها. تمام. هنا كنت شلت بقى بعض قطع اللحمة عشان اخلي حبة في الخضار وحبة بره الخضار. تمام. هنا معايا عصير طماطم كنت حاطاه في الفريزر، نزلت عليه هو بقى مع نفسه هيفك دلوقتي. وكمان بصلة او اتنين كده يكونوا متوسطين انزل بيها على الخضار. تمام. مجرد بس ما الطماطم تبدأ تفك معايا عشان هي كتلة طالعة من الفريزر على طول، ببدأ اهدي عليه الحرارة يكملوا تسوية مع بعض. كده نزلت بالبصلة. بس خلاص ببدأ بقى اسيبهم كده يعني ايه، يشكشكوا كده مع بعض يا بنات، وياخدوا من طعم بعض. يا سلام بقى لو حبة بابريكا كده بتبقى جميلة جدا. هنا كده خلاص ببدأ بعد كده انزل بالكوسة. الكوسة انا مقطعاها شرايح، بس قبل ما اقطعها شرايح بديها تشريحتين كده من بره بالشوكة، بتدي شكل جمالي. وكمان بيتفادى ان الكوسة بعد واحدة كده بيبقى فيها رمل، لانها طبعا بتتزرع في ارض رملية. فتجريحه كده بالشوكه من الجناب بتدي شكل حلو. وكمان لو في اي رمله ولا حاجه موجوده فيها من بره بتبقى تتشال يعني. وبعد كده بنزل بجزر مبشور عليها، وبغطي عليها تهدى وتكمل تسويه على نار هاديه. هنا كنت بحاول اعمل توسعه شويه كده في الصينيه، بحيث ان انا اقلبها يمين وشمال عشان اعرف ان انا اقلبها. ببدا بعد كده انزل بالملح واقلب بالراحه كده وخلاص. وبعد كده بغطيها وبخليها برضو تكمل تسوية. الجزر المبشور حلو قوي 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 مع الكوسة، بيدي الطعم تحفة وتسكيرة مفيش بعد كده. هنا كانت خلاص طاجن الكوسة معايا استوى تقريبا 90%. ببدأ ان انا انقله على طاجن،
وادخله مع بعض. يعني انا بسيبه بس الكوسه والجزر والحمص مع اللحم يستووا يا دوبك غلوتين بس مش اكتر. تمام. وابدا بعد كده اكون مجهزه الفرن بتاعي على درجه حراره عاليه، وببدا بعد كده افضي صينيه الخضار في الطواجن بتاعتي، سواء انت عايزه يعمل معاكي طاجن اتنين حسب ما انت حابه. تمام. انا عشان المره دي كانت عندي عزومه كنت عايزه اعمل اتنين طاجن. ببدا بقى انقل صينيه الخضار دي في قلب الطواجن بالراحه كده بالترتيب، وبسم الله. وخدوا بالكم يا بنات وانتوا بتشتغلوا في المطبخ، اهم حاجه ذكر الله، وان طول الوقت نسمي كده ونستغفر ربنا. ربنا ييسرنا كل امورنا يا رب، اللهم امين. ببدأ انزل بعد كده كمان بالحمص المسلوق. الحمص المسلوق ممكن تحطيه على النار معاكي يدي غلوة مع كل الخضار. تمام. مع الكوسة والجزر واللحمة، وممكن تحطيه في الوقت ده عادي جدا. انا علشان كنت سلقاه ومسويه زياده سيكه، فما حبيتش ان انا احطه مع الكوسه على البوتاجاز ياخد حتى غلوه كمان. كفايه قوي عليه ان يدخل مع الطاجن الفرن يكمل تسويه مع باقي الخضار ويشكشك كده، وبيبقى ياخد من طعم الخضار، بيبقى جميل جدا. طاجن الكوسة بالحمص ده من أمتع وأخف الأكلات اللي ممكن تاكليها في الصيف أو في الشتاء. حقيقي لذيذ جدا، والحمص بيديه غناوة وطعم مفيش بعد كده. وطاجن كده يشرفك في أي عزومة من عزومات رمضان أو حتى في الأيام العادية، حقيقي حاجة مشرفة جدا. كده خلاص الاتنين طاجن معانا جاهزين على انهم يدخلوا الفرن. فرن ساخن درجة حرارة عالية. بمجرد ما ندخل الطواجن نخلي درجة الحرارة على وسط، يعني حوالي مثلا 180 ولا حاجة، ونغطيه. وبعد شوية نشيل ورق الفويل علشان ياخد لون. وبس كده بقى معانا، بصوا، احلى طاجن كوسة بالحمص والريش الضاني مفيش بعد كده. احلى طاجن كوسه بالحمص مفيش بعد كده، معمول كمان بالريش الضاني كمان حلو قوي قوي. بصوا معانا اللحمه دايبه ازاي، مناسب ان يكون طبق جانبي في اي عزومه او طبق رئيسي مع اي افكار تانية العزومات. كمان الطاجن ده يبقى حلو جدا جدا لو عملنا كمان طاجن الكوسه بالحمص بس من غير لحمه. يعني اكلات كده بتناسب اخر الشهر، وبتكون لذيذه واقتصاديه وطعم رهيب. شايفين اللحمه معايا ما شاء الله دايبه ومستويه ازاي، حاجه كده ولا اروع. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. دمتم دايما في رعاية الله. لايك وشير. باي باي.